إذا مشاهدينا كما كتشاهدوا أمامكم يعني واحد الصدمة جديدة بالنسبة للإخوان ديالنا والأشقاء الجزائريين. صدمة ما كانوش متوقعينها من هاد القناة العالمية التلفزيونية الإخبارية. ولكن قبل ما نغوصوا في التفاصيل، قبل ما ندخلوا نغطسوا في التفاصيل، المغاربة فرقعوا لي ديك لايك، ما تنساش اشترك معنا، دعم لنا القناة، تفعل الجرس يوصلك كل جديد، خلي الآراء ديالك في التعليق واجي تعرف اشنو واقع. اذا مشاهدينا كما سبق وقلت لكم، هادشي اللي كتشوفوا امامكم قناه تلفزيونيه عالميه اخباريه كتنشر خريطه المغرب بصحرائه، خريطه المغرب كامله. وهاد الخريطه نتاع المغرب كنعرفوا بان واحد العالم الاخر ما كيبغيش يشوفها، ما كيبغيش يشوفها هكذا كامله مكموله. ولكن في الاونه الاخيره بداو بعض الدول اللي كانوا غافلين بداو كيفيقوا، وبداو كيفيقوا من ديك المنامه اللي كانوا كينوموها مور العصر، على ان اودي هاد الخريطه هذه راه نتاع المغرب كامله، وعلى ان المملكه المغربيه عندها الحق وفي السياده على جميع الاراضي ديالها. اذا المشكل الكبير واللي خلق واحد الصدمه الاخوان تاعنا الجزائريين والاشقاء الجزائريين هو ماشي الخريطه اللي نشرت هاد القناه هاد، هو اشنو قالوا على المملكه المغربيه الشريفه. اذا غادي نستمعوا اشنو قالوا، ولكن الاخوان الجزائريين سمحوا لنا، احنا راه هادشي ماشي احنا اللي قلناه، ولكن الله غالب يا الطالب. قال لك سيدي في الاونه الاخيره كثر الحديث عن المغرب وعن الصعود ديالو كقوه اقليميه كبيره بدات كتفرض الحضور ديالها في المشهد العالمي، ماشي المشهد الافريقي او شمال افريقيا، المشهد العالمي، والسيطره ديالها من خلال الاقتصاد والدبلوماسيه والامن والدفاع. هذا الحديث الاعلامي مشاهدينا يصنف المغرب كقوه اقليميه كبيره بالنظر لما يلي. اجي تسمع معايا دابا الطرح غادي يسخن. صعود المغرب للمرتبة الأولى إفريقيا في مجال صناعة السيارات والطيران، حيث أزاح جنوب إفريقيا. اسمع الجزائري يا خو، صعود المغرب للمرتبة الأولى إفريقيا في مجال صناعة السيارات والطيران، طائرات، حيث أزاح جنوب إفريقيا. درنا لجنوب إفريقيا بات مصبح بحال ما عمرها ما كانت. ثانيا قال لك صعود المغرب للمرتبة الأولى في السياحة، حيث أزاح مصر اللي كانت يعني من الدول الأولى في العالم في السياحة، جا المغرب دار لها بات مصبح. صعود المغرب كقوة فلاحية، حيث يصدر تقريبا 8 مليار دولار من المواد الفلاحية سنويا، اللي عمي تبو اليومين هذا كينتظر قطر تجي دير له المزرعه نتاع الحليب. نمشيو للصيد البحري والمعادن، يحتل مراتب متقدمه عالميا. هادشي هذا راه غير المغرب، لا بترول لا غاز يا خو. في المجال الرياضي قال لك دخل كشريك لإسبانيا والبرتغال في تنظيم أكبر حدث رياضي عالمي وهو كأس العالم، اللي واحد العالم الاخر عطاوهم تنظيم الشان وكأن عطاوهم جوج تاع لي كوب دي موند. نمشيو للمجال الدبلوماسي، قال لك المغرب يمتلك شبكة علاقات قوية في كل القارات ويعتبر حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. ماشي لجبهة البوليزاريو، لا، جبهة البوليزاريو خليناها للإخوان والأشقاء الجزائريين. المغرب في المجال الدبلوماسي يمتلك شبكة علاقات قوية في كل القارات ويعتبر حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. قال لك سيدي المغرب في المجال العسكري يتطور بشكل مستمر وكيركز على التسلح النوعي، وبدأ يحصل على أسلحة متقدمة جدا مثل مروحية الأباتشي، وكذلك قد يكون أول بلد إفريقي وعربي يمتلك الطائرة الشبحية الأمريكية الاف 35. الاف 35
المغرب ما كيشريش الخردة تاع روسيا، وتقول خصنا سلاح يعني متطور جدا. اما داك السلاح نتاع روسيا، داك السخوي اللي كطلع وكطيح غير بوحدها، هذاك الشيء حنا ما يصلحناش وما عندنا ما نديرو به وما نخسروش فيه فلوسنا. كما سبق وقلت لكم مشاهدينا في الاول تاع الفيديو، العالم بدا كيفيق، العالم بدا كيفيق من ديك الاحلام تاع مور العصر اللي كانوا مدوخينو بها العالم الاخر. دابا الدول لقات المصالح نتاعها في المملكه المغربيه الشريفه، الدول شافت المغرب تطور بواحد الشكل بسرعه وبواحد الشكل قوي وبواحد التسلح قوي. اذن العالم اصبح يتشبت في المملكه المغربيه الشريفه، خاصه الدول اللي بغات تمشي للمحيط الاطلسي. والله ما اعترفتي بالصحراء المغربيه، والله ما كنتي شريك استراتيجي وحليف نتاع المملكه المغربيه الشريفه يا المحيط الاطلسي لشت، واخا تخسر اكثر من 500 مليار دولار. احنا كنشوفوا الاشقاء نتاعنا الجزائريين، الاخوان تاعنا الجزائريين خسروا اكثر من 500 مليار دولار من اجل الذهاب والولوج الى المحيط الاطلسي، وليومنا هذا مازال كيحلموا. ولكن امامكم حل واحد، نشر الخريطه نتاع المغرب كامله، اعترف بالصحراء المغربيه واجي تمشي للمحيط الاطلسي معزز مكرم. مشاهدينا، كانت هذه هي الحلقه نتاعنا نتاع اليوم، وكان هذا هو الفيديو القنبله والفيديو الصدمه نتاع اليوم. الا مغاربه، انا رسالتي للمغاربه خوتي، ما تنساوش دعمونا القناه، اشتركوا، فرقعوا لي ديك لايك، خليوا الاراء ديالكم في التعاليق باش يقراوها العالم الاخر. عاش الملك والصحراء المغربيه، والله المستعان.